لو من عشاق دبابيس الفراخ وحابه ان انت تغيري في وصفتك النهارده، فهنعملها النهارده بقى بطريقه مختلفه جدا. هنعمل كمان جنبيها رز بسمتي لكن بطريقه خرافيه، هنعمله بالفحم. احلى كمان من بتاع المطاعم، طعم وريحه وجمال مفيش بعد كده. هنعمله بطريقه مختلفه جدا وهنقدمه كمان بطريقه مختلفه جدا. فاتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو وحبيتوا ان انتوا تستفادوا منه ما تبخلوش عليا بلايك وشير واشتراك لهبه تي في. اول حاجه عندي كيلو من دبابيس الفراخ. هنا الدبابيس حجمها متوسط، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. فهنبدا ان احنا نجيب سكينه حاميه ونبدا بس ان احنا نفتحها من اتجاه واحد. هبين هنا العظم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لكن مش هشيله. هنخلص بقى كل كميه الدبابيس بنفس الطريقه. لو حابه ان انت طبعا تعملي كميه اكبر من كده فما فيش اي مشكله. على فكره الوصفه دي في منتهى الجمال وبتطلع بطريقه شيك جدا وطعم كده مختلف تماما عن اي طعم انت جربتيه قبل كده. كده خلصنا الدبابيس وفتحناها زي ما انتم شايفين في اتجاه واحد بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنبدأ بقى ان احنا نحطها كده على الشبكة ونسيبها كده لمدة لا تقل عن 10 دقايق لحد ما تحسي ان كل الدبابيس اتخلصت من كل المية او جفت بمعنى اصح. نبدأ بقى ان احنا نجهز لها التتبيلة بتاعتنا، والتتبيلة دي تنفع لكل انواع المشويات او كل انواع الفراخ لو حابة ان انت تحطيها كمان في الصوص. عندي هنا كوب من الزبادي، 3 معالق كبار من الصلصة، معلقة كبيرة من الخردل، وعندنا بقى هنا طبعا روزماري مجفف، عندنا معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، معلقة من البابريكا، معلقة كمان من الكركم، معلقة كبيرة من العسل الابيض لو متوفر، لو مش متوفر مفيش مشكلة. هنضيف عليه معلقة كبيرة من دبس الرمان، 3 معالق كبار من الزيت. وهنقلب بقى كل التتبيلة الخرافية اللي انتوا شايفينها دي، وطعمها هنا مختلف تماما عن اي تتبيلة تانية. هنجيب بقى الدبابيس بتاعتنا هتبقى بالشكل ده، شايفين بس التضليع اللي هي فيه، عشان كده انا بقول لكم سيبوها حوالي 10 دقايق على الشبكه علشان تجف تماما. نزلنا بنص التتبيله وهنبدا بقى ان احنا نقلب كل الدبابيس بتاعتنا ونركنها على جنب. جبت بقى هنا خضار، عندك اي نوع خضار حابه ان انت بتحبيه او تستخدميه مفيش مشكله. انا جبت كوسه، عندنا جزر، عندنا كمان واحده كده من البدنجان، وكمان جبت بطاطس، عندي كمان بصلتين كبار كده قطعتهم كلهم كده شرايح حجم متوسط مش كبير. هنقلب بقى كل الخضار ده في نص التتبيله اللي كنا متبقيينها من طبعا تتبيله الفراخ. هنجيب بقى هنا طبعا صينيه الفرن بتاعتنا ونحط فيها ورقه من الزبده وننزل بقى بكل الخضار زي ما انتم شايفين، يا دوبك ان احنا هنسويه بالشكل ده. هننزل عليهم هنا بنص كوب من الميه، او تقدري ان انت تحطي نص كوب من الزيت اللي يريحك. جبت الشبكه بقى وبدات ان انا احط الدبابيس عليها بالشكل ده على الوجه اللي هو موجود فيه الجلد. وبعد 10 دقايق نبدا ان احنا نقلبها على الجنب التاني، نحطها طبعا في الفرن لمده لا تقل عن 30 دقيقه. في الوقت ده بقى هنجهز كده شويه رز بسمتي لكن بطريقه بسيطه جدا، بدون زعفران وكمان بدون توابل كتير. جبت حله على النار، هنبدا بس ان احنا ننزل عليها كده بشويه من الزيت. عندنا كمان بصله مقطعاها بالسكينه، ونبدا نحط عليها معلقه من الملح. انا هنا بحط الملح على البصل علشان يعمل لي يديني تتبيله للبصل فوريه. كمان معلقه من السبع بهارات، وهنبدا بس ان احنا نقلبهم كده تقليبه بسيطه جدا. هنقلب البصلة وبعد كده هنكون مجهزين طبعا نص كيلو من الرز البسمتي اللي هي الحبة الطويلة دي. بغسله كويس جدا لمدة لا تقل عن 5 دقايق تحت المية، وبعد كده بصفيه من المية تماما في مصفى. هنقلبه كده بس حوالي دقيقة، مش طبعا احنا مش محتاجين ان هو يتحمر ولا اي حاجة، الرز البسمتي ما بيتحمرش. يا دوبك قلبناه في البصل لحد ما اخده من بعض الطعم. ونبدأ بقى نكون مجهزين 3 اكواب كبار من المية المغلية. وهنا لازم نحط ميه مغليه في الرز البسمتي، ما ينفعش ان احنا نحط طبعا ميه بارده او تحطي بديل الميه، طبعا تقدري انت تحطي شوربه. حطيت 3 اكواب من الميه المغليه ونسيبهم على النار ما بين 15 ل 20 دقيقه. هنا الرز ما شاء الله اخد 3/4 سوا. فانا بعمل ايه؟ انا مش محتاجه ان الرز بتاعي يكون لونه اصفر كله. بجيب ربع معلقه صغيره من الزعفران على نص كوب من الميه، او 4 معالق من الميه، ويا دوبك كده بديله حوالي معلقه او معلقتين في النص. هنا كمان التكه دي حلوه جدا، بجيب حته من الفحمه عليها كده شويه من الزيت، وعلى طول تكتمي الغطا بتاعك وهو لسه على النار لحد ما مده التسويه تنتهي تماما.
بعد ما طفيت على الرز تماما بدأت برضو ان انا ارفع الغطا، وهتاكلي بقى شوية رز حاجة كده خرافية جدا بجد، اخر من الاخر زي ما بيقولوا، او فاخر من الاخر. هنا الدبابيس بتاعتي كانت خرجت من الفرن بالشكل ده، حقيقي بجد الريحة مختلفة تماما، طعم الخضار حاجة كده خرافية، وطعم الدبابيس يعني في منتهى الجمال بجد، لا هي مشوية ولا هي ما تعرفيش هي نظامها ايه، المهم ان هي طالعة حاجة كده طعمها في منتهى الجمال. هنقدم بقى الرز هنا، وتقدري ان انتي تقدمي الرز كله في طبق كده او فخار صغير، انا دايما بحب الرز البسمتي ما احطوش في اطباق كبيره. ونقدم بقى الدبابيس بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا الدبابيس مختلفه شكلها تماما، ما تحسيش ان هي دبابيس، انت بتحسي كده ان هي عامله زي الريش المشويه. طعمها حلو جدا، تقدري ان انت تعملي كميه بسيطه قوي بتديكي كميه كبيره، وشكلها هنا مختلف تماما. حبه كده من الطحينه وشويه كده من الخضره على الوش، بجد الطبق ده مشهي جدا، طعمه هنا خرافي قوي. ويا ريت لو كنتوا استفدتوا من الفيديو النهارده، ما تنساش بقى ان انتوا تشتركوا في القناه، تعملوا لايك وشير واشتراك لهبه تي في، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.